انت بينضحك عليك كل يوم. هو انت فاكر ان الشركات وهي بتبيع لك منتج سايباك كده تقرر براحتك وتختار الحاجه اللي تناسبك وهم مش فاهمين؟ لا طبعا، الناس فاهمه كويس قوي بيعملوا ايه. دول بيتفاوضوا معاك من غير ما يقابلوك ولا يشوفوك، بيخلوك انت بنفسك كده تيجي تحسبها، تقول انا هختار الاختيار ده، واخد بالك؟ والاختيار اللي انت بتختاره ده هو اللي محدده من الاول يخليك تختاره. ازاي بقى؟ بص، في قصه كده اسمها نظريه الخنزير في التفاوض. راجل عايش مع مراته وحماته وولاده في اوضه واحده بس، ومش طايق عيشته. راح للحكيم قال له يا حكيم انا مش طايق عيشتي، اعمل ايه؟ قال له طيب انا هحلها لك، خد الخنزير ده خليه يعيش معاك. قال له كده مشاكل تتحل؟ قال له اه. خد الخنزير راح وداه معاه، عاش معاه. الراجل ما استحملش، يوم التاني التالت رجع تاني لمين؟ للحكيم. قال له يا حكيم خد الخنزير بتاعك، ده انا مش مقدر النعمه اللي انا كنت فيها، ده انا كنت عايش في راحه بال وفي امان وبتاع والكلام ده. الراجل لما شاف السيناريو الاسوأ بدأ يحمد ربنا على سيناريو تاني خالص هو ما كانش طايقه برضه، بس بدأ يشوفه سيناريو احسن. ليه؟ لانه بدأ يقارن. دلوقتي بدأت انت تفسر معايا ليه لما اعمل لك لتر مثلا حاجه ساعه اعمله ب 30 وال2 لتر ب 35؟ ليه؟ ما هو انا لو شلت الواحد لتر ده من المعادله سيادتك هتيجي تدفع ال 35 جنيه، هتقول ده كتير جدا، اوفر جدا، إيه ليه 35؟ انما لما احط لك 30 و35 تيجي انت تقول ايه؟ تقول ايه ده؟ يعني انا فرق 5 جنيه بس واكسب لتر كامل زياده؟ هات لي ابو 2 لتر. وتحس ان انت ضاحك على الشركه، واخد لتر زياده ب 5 جنيه بس، واكنك بتعاقبهم وبتختار السيناريو بقى الافضل ليك انت، مع ان هو من الاول حاسب حساباته وعارف انه هيبيع ال 2 لتر اكتر. عرفت ليه اللي بيعمل قهوه سنجل تلاقيها مثلا لو ب 50 تلاقي الدبل ب 55؟ فرق 5 جنيه وتاخد دبل بدل السنجل. فهمت اللعبه بتمشي ازاي مع الشركات؟ اوعى تكون فاكر نفسك متساب كده والناس. عرفت ليه بص على باقات الموبايل بتاعتك، شوف نفسك بتختار انهي باقه. ليه ما اخترتش الباقه دي ولا دي وبعدين اخترت دي وبعدين لقيت اللي فوق اوفر قوي عليك؟ لا 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 لا، ادفع ده كله عشان استفيد بالفرق البسيط ده؟ لا انا هرجع لدي. هو حاسب والله يا باشا وعارف كل حاجه بالظبط. فاللي عايزك تتعلمه ان ما تسيبش، اما تكون عندك اوبشنز واختيارات ما تسيبش العميل بتاعك، حط نفسك مكانه وتصرف تصرفاته واعمل له كده الطريقه اللي تناسبه، بحيث ان هو يختار الاختيار اللي من مصلحته وشايفه ان هو كويس، بس في نفس الوقت يكون بالنسبه لك انت كويس جدا جدا. نظريه الخنزير دي ممكن تستعملها في البيع في حاجات كتير. ممكن واحد مش عايز يدفع فرق فلوس في منتج معين، طب قول له ان الرخيص منه ما فيهوش سيفتي، يعني ممكن يضرب في بيتك كله عشان فرق الفلوس بيتك يولع عشان ما فيش سيفتي. خلي واحد يشتري منتج مش اوريجينال بفرق فلوس بسيطه، قول له ان انه لو باظ منه انا مش هتحمل مسؤوليته، خده يا باشا براحتك السعر رخيص، بس لو باظ منه مش بتاعي. لكن ده جارانتي وده ضمان وده الناس كلها بتشكر فيه، ولو حصل فيه حاجه بتاعنا. فيختار الراجل السيناريو التاني، لان لما قارنه بالسيناريو الوحش لا السيناريو ده بالنسبه له احسن، مع ان لو خدت سيناريو واحد في حد ذاته هيبقى بالنسبه له nothing، مش عارف يقارنه بحاجه. فدي لعبه كده اسمها لعبه الخنزير، حبيت اشير معاكم في التفاوض. وري الناس السيناريو الاسوأ هيختاروا السيناريو التاني ويحمدوا ربنا عليه. وده بيستخدم في كتير جدا في التفاوض وفي السياسه وفي حاجات كتير قوي. عايز اقول لكم بقى المره اللي جايه على التسعير، لما تيجي تسعر منتج ازاي تستفيد من القصه بتاعت الاوبشنز والاختيارات دي علشان تخلي العميل يختار الاختيار اللي انت عايزه في التسعير. واشوفكم دايما على خير.